فيهم؟ آم، بحر وخضرة ووجه حسن طبعا معروف. حبيت أكلمكم في حاجة آه، خاصة، ولكن في نفس الوقت أنا متعودة إن أنا أشارككم الحاجات اللي أنا استفدت منها، لعل وعسى إن شاء الله حد منكم يستفيد منها. رغم ان انا دايما بتكلم او في معظم اوقاتي بتكلم عن الامل والتفاؤل، وان احنا ازاي نقدر نحول كل حاجة او بعض الاشياء السيئة في حياتنا لاشياء كويسة، الا ان انا في فترة ما كده من حياتي مريت ببعض المشاكل اللي تعبتني واللي ضايقتني، لكن اللي انقذني منها ان انا فعلا في وسط الالم وفي وسط الزعل وفي وسط احساس الخذلان اللي كان عندي برضو كمان ثقة في ربنا وامل كبير. كنت النهاردة بعيط، وبعد ساعة او اصحى الصبح مبتسمة ومتوقعة خير، وفعلا ربنا عمل لي كل الخير. حبيت اكلمكم من المكان دوت، وانا يعني الحمد لله ربنا راضيني جدا ومبسوطه، ويعني في حاجات كتير قوي حصلت في حياتي سواء لها اشياء جميله جدا بشكر ربنا عليها، لكن ما كتبش عليكم وبقول لكم ان انا طول الوقت متفائله وطول الوقت ايجابيه، لكن على الاقل كان عندي حاجه مهمه قوي، عندي حاجه بتخليني كل يوم اصحى وانزل من على سريري علشان اعملها او علشان اشوفها. عندي اولادي اللي انا مبسوطة بيهم قوي، وان انا ما اقدرش اتخيل ان انا ما بقاش قادرة افرح معاهم واتبسط معاهم واعيش معاهم افرحهم وابقى واخدة بالي منهم في احزانهم. عندي عيلتي، عندي شغلي، عندي انتم اللي انا فعلا فعلا، رغم ان كنت بستغرب كتير قوي من الناس لما بيبقوا يعني شغالين يوتيوب او بيشتغلوا مع يعني جمهور كبير، انهم يقولوا لهم وحشتوني قوي، انا بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم، وكنت بظن ان ده كلام وخلاص، ولكن في الحقيقة فعلا دي حقيقة. في الحقيقة دي حقيقة، معلش انا متلخبطة شوية، لكني حبيت افتح الكاميرا واكلمكم من غير اي اعداد كده، ان انا فعلا بقيتوا بتوحشوني، وبقيت بحس اني لو ما اتكلمتش معاكم كل يوم او على الاقل كل كذا يوم ببقى حاسه ان في حاجه كتير او كبيره ناقصاني. فانا كان الفرق عندي او اللي كان بيقويني ان انا عندي حاجه بقوم ليها كل يوم، لازم اقوم ولازم ابقى يعني عايزه اعملها. اخلق لنفسك كل يوم او اخلق لنفسك في حياتك حاجة تبقى حابب تعملها. اوعى تاخد كده الاشياء اللي في حياتك على ان هي حاجة عادية او معروفة. ولادك موجودين، البيت اللي انت ساكن فيه ما هو موجود، ده انت عايز الاحسن. المصيف الحلو اللي انت ممكن تسرقه يومين 3 في اي مكان هو بالنسبة لك هيبقى جنة، لان انت رايح وعايز تستمتع. فدايما حس بالحاجة اللي عندك او الحاجة اللي عندك، وطول الوقت لو انت عندك او عندكم حاجة قد كده اهو صغيرة قوي قوي، لكن الحاجة دي بتخليكم كل يوم لازم تصحوا تعملوها، ابقوا مبسوطين وابقوا ممتنين جدا ان الحاجة الصغيرة دي عندكم، ويعني احمدوا ربنا قوي. بلاش تبصوا العكس. يعني ايه تبصوا العكس؟ ان انتوا متضايقين وتعبانين ومحتاجين تاخدوا وقتكم في الحزن، ومحتاجين تاخدوا وقتكم في النقاهة مثلا من حالة صحية انتوا قايمين بيها، ومع ذلك مش قادرين عشان عندك بيبي لازم تاخدي بالك منه، عشان عندك مريضة عايزة تاخدي بالك منها، عشان عندك صديقة بتعاني من مشكلة ما ولازم تبقي واقفة جنبها، حاجات كتير، عشان عندك شغل لازم تروحيه. لا، بالعكس، كل ده يخليكوا مبسوطين وممتنين ان عندكوا حاجة كل يوم بتخليكوا ولو غصب عنكوا تقوموا علشان تعملوها، لان دي نعمة كبيرة قوي في غيركم بيتمناها. بتمنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات انتم موافقين الرأي ده ولا ايه، وهل لما انا فتحت الكاميرا كده بدون اعداد وفضفضت معاكم في احساس معين حساه ده شيء ممكن اكرره، ولا لا انتم دايما عايزين موضوعات معينة مسبقة الاعداد اتكلم معاكم فيها؟ احب اسمع رأيكم.